السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لمسة بلادي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم ان شاء الله لا فيديو في احسن الاحوال. اقترحنا لي اليوم كيك اللي سهل لذيذ بزاف منعش بمكونات اللي موجوده هاد الايام. علاش لا ما نستغلوهاش في واحد الكيك اللي كيجي اكثر من رائع، كيجي لذيذ بزاف وخفيف ومهوي من الداخل بمكونات اللي بسيطه جدا. وقبل ما نبداو لا فيديو كيف العاده فما تنساوش تشتركوا في قناة لمسة بلادي وتبارطاجيو لا فيديو مع الاهل والاصدقاء، دعمونا بلايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبداو ان شاء الله اقتراحنا لليوم. بسم الله. نبداو بسم الله. بالنسبه للمكونات غنبداو بالمكون الاساسي الاول، هو الليمون ولا البرتقال ولا المندرين الصغير. دابا راه موجود في الاسواق، هكذا غنستغلوا ان شاء الله في هذا الكيك اللي كتجي لذيذه ومنعشه. ناخذ 4 الحبات ديال الليمون. انا عندي المول صغير، خديت غير 4 الحبات، قسمتهم على زوج، قشرتهم قسمتهم على زوج باش نزول العلف. غير وحده اللي خليت ليها القشره ديالها، غير تكون القشره رقيقه. غنديرهم في الخلاط الكهربائي. غنضيف عليهم واحد خيزوه وحده، خيزوه نقشروها ونقطعوها ونضيفوها على هاد المكونات. نردوا البال الخيزو نذوقوه باش ما يعطيناش هذيك المروره، ما يكونش مار. الا كان مار نحاولوا نزولوا ليه هذاك القلب ديالو، الا كان طري فنستعملوها كما هي. نضيفوا عليه كاس ديال الماء، كاس ديال العنبه ديال الماء، ونطحنوا مزيان وندوزو نكملوا باقي المراحل. طبعا هنا راه ممكن انكم تكملوا في الخلاط الكهربائي، ما فيهاش مشكل. غير نردوا البال ان الخليط تطحن لينا مزيان. كنضيفوا كناخذوا واحد جوج بيضات اللي يكونوا صغار ماشي كبار، نضيفوا ليهم واحد نص كاس ديال سنيده مع واحد المعلقه كبيره ديال المربى ديال المشماش. المشماش راه غيتواتى لينا مع خيزو ومع الليمون. هنا درت نص كاس سنيده لانني عندي المربى المشماش. الا ما كانش فندير كاس لاروب ديال سنيده. نخلط مزيان المكونات كامله حتى نحس بديك السنيده كتذوب. من بعد فغنضيف القياس ديال نص كاس ديال الزيت، وغنضيف عليهم واحد المعلقه صغيره ديال الزبده اللي تكون خارجه من قبل من الثلاجه، باش هكذا بسرعه تنسجم لينا مع العناصر الاخرى. ومن بعد فغنضيفوا الليمون اللي حضرنا. كيف كتشوفوا راه الخليط ثقيل غير بالمربى، داكشي علاش عطانا الخليط واحد شويه عاقد. كنضيفوا هذاك الليمون راه حتى هو عاقد. الليمون وخيزو اللي طحنا هنا بالنسبه ليا فخرج ليا جوج ديال الكيسان. كنضيفهم بجوج، جوج كيسان كنضيفهم بجوج، جوج كيسان ديال العنبه راه عاقدين كيف كتلاحظوا. والريحه يا سلام، يعني المذاق ولا الريحه ففعلا اكثر من رائع. نتوما كتخدموا في هذاك الكيك وكتلقاو المذاق رائع جدا. هنا غنضيف واحد جوج معلقات كبار. اذا كانت عندي السميده رقيقه ندير سميده رقيقه، اذا ما كانش عندي فندير الفينو، جوج معلقات كبار ديال الفينو. نخلطهم مع الخليط مزيان حتى هو تعطيني واحد اللون، واحد السميده رقيقه ولا الفينو، فتيخلي الكيكه كتجي بحال الشكل ديال البسبوسه، حيت كيجيو فيها دوك الحبيبات ديال السميده رقيقه. ومن بعد كنبدا نضيف في الفورص اللي يكون مغربل. كيف كتلاحظوا راه الخليط اصلا بدون دقيق فهو عاقد، يعني فما غنضيفوش بزاف ديال الفورص. نخلطو مزيان. هنا هاد الزليفات فتقريبا راه تيهزو كاس ديال العنبه. نخلط مزيان حتى الاخير، عاد غنضيف الخميره. هنا ما فيها باس اننا نديرو الخليط اللي شويه عاقد ثقيل. علاش؟ لان عندنا الزبده.
لا ما عندناش الزبده نخليوه خفيف شويه، ولكن بما ان عندنا الزبده فماشي مشكل اننا نديروه عاقد. هنا احتاجيت تقريبا واحد 3 الكيسان حتى 3 ونص ديال الفورص، على حساب الفورص واش كيشرب او لا. وفي الاخر دابا كيف لاحظتوا فضفت واحد 3 الخمارات حتى ساليت الفورص، عاد ضفت 3 الخمارات وخلطت الكل مزيان. وغنوجد المول اللي عندي. كيف كتلاحظوا الخليط راه كيجي كريمي. المول اللي غنحتاجوه فغندهنوه بالزيت ونرشو عليه الفورص، ولا ندهنوه بالزبده ونرشوه بالفورص. والفران درناه يسخن، ما كنحاولش انا نسخن الفران بزاف، وكنطفي الفوقاني كنخلي غير التحتاني. ندخل الكيك حتى تطلع عليها الحموريه من الجناب حتى تطيب. ما نحلش عليها الفران نهائيا حتى تدوز واحد 30 دقيقه. خل الكيك ديالي يطيب. انا في اغلب الاحيان تنخليها غير الفوق حتى تطلع الحموريه كامله من الفوق حتى تطيب مزيان. الا خصاتها واحد شويه ديال التحمار من الفوق فكنهبطها لتحت، اذا لا فكنخرجها بالصحه والراحه. من بعد ما كطيب الكيكه كنخرجوها من الفران، كنخليها حتى تتبرد تماما، يعني نخليها حتى تتبرد ونقلبها. الكيك ما كنسقيها ما حتى حاجه، كنخليها كيف ما هي كتبرد كنقلبها، لانها ما كتحتاج نهائيا ان نسقيوها. والمذاق راه يا سلام، كتجي منعشه للغايه. هذه هي الكيكه ديالنا. كيف كتلاحظوا كتجي لذيذه بزاف. غنقسموا طريف باش يبان لكم انها كتجي مهويه من الداخل وخفيفه بزاف، وان شاء الله تجربوها وتنجح معاكم. والمول اللي درتوه كيف ما هو فغتجي لذيذه، سواء هذا المول اللي بهذا الشكل او شكل اخر كان عندكم، او حتى المول الداير او اللي كيكون طويل. كان هذا هو اقتراحنا لليوم، كنتمنى فعلا ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. شكرا جزيلا لكم على الدعم ديالكم، وما تنساوش كيف ديما تشتركوا في القناه بالنسبه للناس اللي مازال ما شاركوش، وتبارطاجيو لا فيديو مع الاهل والاصدقاء. ما تنساوناش بلي لايك باش هكذا نزيدوا القدام وتشجعونا اكثر واكثر. شكرا جزيلا لكم على دعمكم. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم.